دائما ما تكون مباريات الافتتاح صعبة على الفريق المستضيف، ودائما ما تشهد غيابا للمستويات الفنية العالية. التقرير التالي يحكي تفاصيل لقاء الافتتاح بين المنتخب البحريني ونظيره العماني. فشل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز في مستهل مشواره ضمن بطولة كأس الخليج 21. السيطرة في الشوط الأول كانت لصالح البحرين، وجاءت أولى المحاولات عبر رأسية فوزي عايش الذي سدد كرة فوق العارضة إثر تمريرة عرضية في الدقيقة 9. وكرر عايش محاولته من تسديدة قوية بالقدم اليسرى مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس العماني الشاب مازن الكاسبي الذي لعب في غياب الحارس الأساسي علي الحبسي. وفي الشوط الثاني بدت عمان أخطر من مضيفتها، واقترب يعقوب عبد الكريم من التسجيل حين سدد كرة قوية من زاوية صعبة أبعدها الحارس السيد محمد جعفر، وبعدها مباشرة استغل البديل عيد الفارسي كرة مرتدة من الدفاع ليسدد كرة قوية من على حافة منطقة الجزاء، لكن جعفر سيطر عليها بطريقة جيدة ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة بعد أداء لم يرتقي للمستوى المطلوب.